من شوارع أبيجان الفقيرة لحد ما بقى واحد من أعظم المهاجمين في تاريخ الكورة. لاعب كتب اسمه بحروب من ذهب مع تشيلسي، وقدر بكلمة واحدة يوقف حرب ببلده. دي مش قصة كورة وبس، دي قصة إصرار وأسطورة اسمها ديدي دروجبا. اتولد سنة 1978 في أبيجان، كوتيفوار. طفولته كانت صعبة جدا، وهو عنده 5 سنين قرر يسافر فرنسا يعيش مع عمه اللي كان لاعب كورة هناك. لكن رغم البعد والظروف الولد كان شايل حلم جوه قلبه. بعد كام سنة رجع لأهله واستقر أخيرا في فرنسا، وهناك قرر إن الكورة هي طريقه الوحيد. بدايته مع النادي لومان ما كانتش سهلة، إصابات متكررة وخوف إنه ما ينجحش. ناس كتير قالت إنه مش هيوصل، لكن في مارسيليا موسم واحد بس خلى أوروبا كلها تتكلم عنه، بعد ما قدر يسجل 19 هدف وطلع الفريق لنهائي أوروبي. في 2004 مورينيو جابوا تشيلسي، ومن هنا بدأت الأسطورة. مهاجم مرعب، قوة بدنية، سرعة، تسديدات صاروخية، وضربات رأس قاتلة. كان اللاعب اللي بيبان وقت الشدة. مع تشيلسي كسب بطولات كتير جدا، 4 دوري، 4 كاس، 3 بطولات رابطة، وأجملهم دوري الأبطال سنة 2012. نهائي ميونخ، تشيلسي ضد البايرن. الفريق متأخر والدقيقة 88 دروجبا يطير ويسجل رأسية خيالية رجعت الأمل من تاني. في الوقت الإضافي تسبب في ضربة جزاء ضد فريقه، بس بيتر تشيك صدها. كان القدر بيجهز اللحظة، ضربات الجزاء، آخر ركلة، الكل حابس أنفاسه. دروجبا بيتقدم وكل برود بيسجل. تشيلسي بطل أوروبا لأول مرة. اللحظة دي ما كانتش بس بطولة، كانت تتويج لمسيرة لاعب ما بيعرفش يستسلم. لكن عظمة دروجبا مش بس في الكورة. سنة 2005 بعد ما بلده كوتيفوار وصلت لكأس العالم لأول مرة، استغل الكاميرات وخطب قادة البلد، رجعوا السلام لبلدنا. بعدها بأيام قليلة جدا الحرب الأهلية اللي فرقت الناس سنين اتوقفت. لاعب كورة قدر يوحد شعب كامل. بعدها لعب في جلاتا سراي، الصين، كندا، ورجع يختم رحلته مع تشيلسي. بس الحقيقة إن حياته أكبر من أي بطولة. دروجبا بقى رمز للقوة، للقيادة، وللأمل. من طفل فقير في أبيجان لأسطورة غيرت تاريخ تشيلسي وبلد كاملة كلها. ودي كانت حكاية ديدي دروجبا، أسطورة من خارج الخطوط. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناة، عشان لسه عندنا قصص تانية كتير من عالم الكورة.